صباح الفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في الوصفة متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت عشان تدعموني. هنعمل النهاردة الزلابية او البقلاوة بطريقة بسيطة وبأقل التكاليف والامكانيات، بثلاث اطعمة مختلفة تحفين وحلوين قوي وبجد هيعجبوكم قوي قوي قوي. هنقول بسم الله ونبدأ في المقادير على طول معانا. وهنحضر ايه؟ هتجيبي البوله بتاعتك يا ستي، تكون بوله غويطه عشان تعرفي تقلبي فيها كويس. هنحط فيها كوبايه من الدقيق المنخول، انا نخلت الدقيق دوت كوبايه منه. عليها هنحضر معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من النشا. وبعديها هنجيب الكيس الخميره اللي معانا، هنحط فيه معلقه صغيره كبيره، يعني المعلقه الصغيره بتاعتنا هنملاها خميره. وبعد كده هنقلب المكونات الجافة، بس قبل ما نقلبها هنحط عليهم ذرة، مش ربع معلقة، لا ذرة من الملح. اي معجنات او مخبوزات انت بتعمليها يفضل تحط فيها ذرة من الملح، مش على حسب برضو الكمية. برضو ذرة من الملح بتبقى حلوة قوي معاهم. هنقلب كده المكونات الجافة مع بعضيها. وهنكون مجهزين كوباية من المية العادية، لا ساقعة ولا سخنة. هنقلب بيها العجينة، هننزل بيها حبة بحبة، ما تنزليش بالكمية عشان احنا عايزين القوام يكون تقيل مش خفيف. هننزل كده المية حبة بحبة وهنقلبها كويس قوي قوي عشان ما فيش حاجة تتكتل مننا او تكلكع، ويضرب كويس قوي معانا. وبرضو هنرجع واقول لكم ما تضيفوش المية مرة واحدة، حبة بحبة. هنا بعد ما ضفت المية حبة بحبة بنقلب كويس قوي 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 لحد ما الدقيق كله يدوب في قلب المية. وبصوا ده قوامها، قوام بيكون تقيل شوية، لا تقيل قوي ماسك ولا خفيف ولا متوسط، يعني قريب من التقيل. وبسيبها بقى، بغطيها سيبها كده حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع، تخمر في مكان دافي لحد ما تلاقي وشها كله بقى عامل مفقعات بالشكل دوت، وتحس ان القوام كده تقيل. ولما تيجي تقلبيها هتلاقي شكلها زي اللي هيجي قدامك ده دلوقتي. يعني بعد ما بنقلبها كويس ونخلي قوامها تقيل شوية، بنغطيها ونسيبها تخمر حوالي نص ساعة. وبنفتحها ولما نلاقيها عملت فقاعات بالشكل دوت، وهنقلبها وبصي قوامها عامل ازاي تقيل، وبتلاقيه كلها كده فقاعات فقاعات فقاعات. بنقلبها نهبطها شوية من الهواء اللي دخلها دوت والخمر. وبعد ما بنقلبها بنكون مجهزين الطاسة بتاعتنا فيها زيت يكون سخن، بس مش سخن قوي، يكون سخن حاجة بسيطة عشان برضو ما ننزلش الحاجة وتاخد لون على طول مننا. وهنكون مجهزين طبق فيه مية والمعلقة الصغيرة اللي هنعمل بيها، عشان كل ما العجينة تمسك في المعلقة نقوم مقلبين المعلقة في قلب المية، هتسهل علينا نزول العجينة من المعلقة. يعني ايه؟ هقول لكم تاني. قبل هنكون مجهزين الطاسه بتاعتنا فيها شويه زيت، جنبيها طبق صغير فيه ميه، والمعلقه الصغيره اللي احنا هنعمل بيها هننزل بيها. ده في حاله لو ما عندكيش قمع تنزلي بيه، او اللي هو في جهاز معين كده للبقلاوه ما عندكيش تقدري تعمليها بمعلقه، تقدري تعمليها بازازه، تجيبي ازازه وتخرمي الغطا بتاعها وتحطي فيها العجينه. انا النهارده هعمل الزلابيه على مرتين. هحطها، ما تمليش برضو الطاسه قوي عشان خاطر ما يمسكوش في بعض كده وما تعرفيش لا تقلبي ولا تعملي. هنحطهم ونقلبهم كده، واول ما ياخدوا درجه لون من الذهبي، لون بسيط من الذهبي، هنطلعهم على طول. النار ما تبقاش لا عاليه ولا واطيه، تبقى متوسطه، والزيت ما يكونش سخن قوي زي ما قلت لك. هنطلعها، هنكمل بنفس الشكل الكميه بتاعتنا. ولما تيجي تنزلي تاخدي العجينه من الطبق، ما تحطيش كميه كبيره قوي في المعلقه، عشان اصلا هي لما بتنزليها في الزيت بتلاقيها بتنفش وبتكبر. فانا في اول مره مليت المعلقه عشان اوريكي شكلها وهي كبير، وفي تاني مره عملت حبه صغيرين في المعلقه عشان بصي حتى هنا برضو بتنفش. بعد ما بنخلص بنطلع الكميه كلها نص سوا، اللي هي تاخد لون ذهبي بسيط. وبعد ما بنخلص الكميه كلها بنرجع نحطها في قلب الزيت تاني عشان تاخد اللون المتحمر اللي قدامنا ده. عايزه بقى تحطيها تعمليها على مره واحده، دي الطريقه دي بتخلي لك البقلاوه ناشفه ناشفه من جوه ومن بره. وبتبقى طعمها حلو على فكره. انما لو عايزاها ناشفه من جوه وطريه من بره، ناشفه من بره وطريه من جوه، بتعملي ايه بقى؟ بتحطيها وتحمريها كلها على نفس المره، يعني ما تخليهاش تاخد لون وتطلعيها وبعد كده تحطيها تاني، لا، لما بتحطيها بتخليها تاخد لون
على طول كده، مش بتقعدي تطلعي وتنزلي فيها. اتمنى تكونوا فهمتوني. وبس بعد ما خلصنا الكميه تبرد شويه، نجيب الاطباق بتاعتنا او في اي حاجه، تحطي تقسميهم كده على 3 العلب اللي عندك او الطبق. وهقولك تعملي ايه بعد كده. الصوصات تعمليها، طبعا الصوصات دي باختيارك انتي، عايزه تحطي شوكولاته، سكر بودر، عايزه تحطي لوتس، عسل نحل، عايزه تحطي شربات، براحتك. هنا كان سكر بودر، جبت سكر طحنته وخليته سكر بودر، حطيته في اي حاجه كده، وقعدت ارش عليه كده. عايزه اقولك ان طعمه تحفه قوي وحلو. وتاني طعم، تاني طعم معانا جبت شوكولاته شيبس اللي هي بتبقى الصغنونه خالص ديت. ولو مش عندك شيبس، عندك اللي هي اللي في القوالب ديت الناشفه، حطيها في طبق تسخين، وعلى هاتي حله وحطي فيها ميه، حطيها على النار، وبتجيبي طبق تحطي فيه الشوكولاته اللي عندك، وتحطيها على الميه، الحله اللي فيها الميه دي، يعني تعملي لها حمام بخار، وتسيبيها. وبعد كده هتلاقيها ساحت معاكي، ممكن تحطي فيها شويه زيت، تحطي فيها لبن بس مش كتير، وتقلبيهم. وبعد كده تحطيها على البقلاوه، بيبقى طعمها تحفه. وبعد شويه بتلاقيها مسكت فيها، كانك عامله جايبه بسكوت كده عليه طبقه شوكولاته ناشفه. وده بالشربات اللي عندنا. هنزل لكم طريقه الشربات قريب قوي باسهل طريقه وسريع، وبصي مش مكلف خالص. عايزه اقولك ال3 اطعمه كانوا احلى من بعض، حلوين وسهلين قوي، وان شاء الله الطريقه تعجبك وبسيطه جدا، وان شاء الله تقومي تعمليها وتقولي لي رايك. نتقابل في وصفه جديده ان شاء الله. بس ما تنسوش تدعموني وبالاشتراك في القناه ولايك. باي باي.